السلام عليكم. 3 حاجات مهمين لازم نتكلم عليهم النهارده. اول حاجه تصريح محمد مصلحي عن ضم الاهلي لمروان عطيه، اخيرا طلع واتكلم. تاني حاجه تصريح مرتضى منصور بعد ماتش سموحه، طلع واتكلم عن سيف فاروق جعفر. تالت حاجه انا من وجهه نظري هتكلم عليها هو سامسون وابراهيم نضاي. بس في الاول كده صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. طلع محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد بعد غياب طويل وتقال لك انا لو ما وديتش مروان عطيه للنادي الاهلي يعتبر اهدار للمال العام. ليه يا عم؟ قال لك النادي الاهلي دفع 29 مليون جنيه للاعب، ورغبه اللاعب هو كان عايز يروح للنادي الاهلي. خلاص ماشي، حتى لو اديت كلمه لمرتضى منصور. طبعا احنا في الفتره الاخيره دي هو الراجل ما طلعش يتكلم غير دلوقتي. احنا مسكنا قناه نادي الزمالك، مسكته الرجل وكلمه وشرف الرجل وكلمه، ومرتضى كان بيطلع يقول لك ده لعيب نص كم ومش عارف ايه، مع ان اللعيب كويس جدا. بس الرجل وكلمه وشرف وكلمه، الكلام ده في قعده عرفيه، واحد وصاحبه اتفقنا على حاجه فخلى بيها، مش في الكوره. هو انت ليه بتطالب كهربا اللي هو يدفع لك فلوس؟ عشان اللاعب كان متعاقد معاك وعقده مستمر ومشي راح النادي الاهلي، فدلوقتي مطالب اللي هو يدفع غرامه. يعني في ورقه، في عقد. اللاعب انت اصلا ممكن تتكلم مع لاعب وتتفق معاه اللي انت هتجيبه النادي، وبعد كده اللاعب مستواه بيقل فخلاص ما بتجيبوش. المدرب كذلك، مش بالكلمه. اللاعب بيقعد يبوس التيشيرت وانا حب للنادي والكيان ومش عارف ايه، واول لما يجي له قرشين اكتر بيسيب النادي. خلي بالك، مفيش حاجه اسمها كلمه في الكوره، في عقود، في ورق. فبالتالي الراجل عمل الصح. انا اديتك كلمه، بس اللعيب عايز يروح النادي الاهلي والنادي الاهلي دافع اكتر منك. مش مشكلته بقى اللي انت اديته محمود علاء. انت ما هي مش بتتضرب كده، دي مؤسسه يا جماعه. يعني في ورق، في عقود. غير كده هو فعلا اهدار للمال العام، والراجل يتعامل صح. ده بالنسبه لمروان عطيه. تاني حاجه، طلع مرتضى منصور بعد ماتش سموحه. طبعا سيف فاروق جعفر لعيب كويس وعمل ماتش كويس. قال لك احنا كسبنا النهارده 110 مليون جنيه، وسيف فاروق جعفر احسن من امام عاشور. مش عايزين بقى حكايه افضل واحسن. اللعيب ما لعبش غير ماتش لسه. هو مستواه حلو من السنه اللي فاتت، هو وحسام عبد المجيد ونيمار اللهم صل على النبي يوسف اسامه نبيه، لعيبه كويسه ولسه طالعه. فبلاش بقى احنا كجمهور واحنا كرئيس نادي وكمش عارف اداره نقعد ننفخ في اللعيب وفي الاخر بيفرقع في وشنا احنا. في الاخر بيطلب ملايين وبيتنك علينا وبيبقى عايز يمشي. اللعيب كويس، لعب ماتش كويس، ممكن الماتش الجاي يبقى وحش. لكن امام عاشور لعيب كويس، مستواه كان مستمر فتره كبيره جدا كويس. غير انت ممكن بقى انت بتقول كده عشان انت عارف اللعيب ده رايح النادي ده كوبري وهيرجع النادي الاهلي، فانت بتديله بقى كلمتين من اولها كده. خلي علاقتك مع اللعيب حلوه حتى بعد ما يمشي. مش معقوله طارق حامد بعد ما يمشي يعمل لك فيديو ويطلع يتكلم. مش معقوله برضو تتكلم على امام عاشور ولسه الراجل رايح، ولسه يسيف لسه في بدايه حياته، لسه بيقول يا هادي بطل. يعني بلاش نادي الزمالك ينفخ في اللعيب. شوف النادي الاهلي بيعمل ايه، شوف حسام عاشور، شوف رمضان صبحي، شوف عبد الله السعيد، شوف الناس دي. مهما كنت اللعيب مش اكبر من الكيان، مش اكبر من النادي. اللعيب كويس، بس احنا بننفخ اللعيب. عندنا مشكله قوي، بننفخه قوي بيفرقع في وشنا. ده بالنسبه لتصريح مرتضى منصور. تالت حاجه، الناس عماله تطالب اللي لازم سامسون يمشي وابراهيم نضاي يمشي. الناس دي لعبت لسه، الناس دي ما خدتش فرصتها. الناس دي كانت بتلعب قبل الاصابه. سامسون كان لعيب كويس جدا قبل الاصابه، ونزل وجاب جون كويس ساعتها كتف في كتف ونطر اللعيب، وكان لعيب قوي وهجام وبينزل يأدي. الراجل بعد الاصابه ما لعبش اصلا، ما خدش. هو قبل الاصابه كان بياخد 10 دقايق ربع ساعه، بس رجله كانت في الملعب بيتمرن، فكان بينزل يأدي لك. عندك سيف الجزيري بياخد من الدقيقه 90 دقيقه كامله. لكن ظلم لسامسون اللي انت اديله فرصته، اديله ماتش 2 3 وبعدين تحاسبه. لكن اللعيب سامسون قبل الاصابه كان كويس جدا. ابراهيم نضاي قبل الاصابه كان بيلعب وجاب لك هدف وما كملش الراجل واتصاب. انا مش بقول لك اللي هم هيطلعوا كويسين،
بس اديهم فرصتهم، عشان ما ده اهدار للمال العام. انت بتجيب لعيب وما يلعبش وتمشيه، طب ما انت كنت جايبه ازاي؟ العين اللي جابته كانت جابته ازاي؟ اديلهم فرصته. اللعيبه دي ما خدتش فرصتها لسه. ايه 10 دقايق ربع ساعه؟ ده قبل ما تنزل ولعيب يقع وجون يضيع في الوقت، خلاص ال10 دقايق ضاعوا، وحكمت على اللعيب بالفشل ويمشي ويروح يكسر الدنيا، وبعدين اروح اجيبه بملايين تاني. طب ما هو عندك. انا من وجهه نظري سامسون قبل الاصابه كويس جدا. ابراهيم النضاي كان لسه جاي، فياخدوا فرصته. ولو انت لسه بتسمعني يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.